السلام عليكم، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم اخبار المشاهير مع كريمه. الفنانه رجوة الساهلي من بعد ما دارت واحد الحفل ديال الختان ديال الابن ديالها واللي لقى واحد النجاح كبير، واللي حضر ليه مجموعه من المشاهير اللي من بينهم رضا والشنويه، لطيفه رأفت وعدد كبير من المشاهير. باش غنقول لكم اخوتي، مؤخرا حمزة مومبيبي عاد من جديد وعاد بقوة، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فنشر لرجوة مجموعة من الصور اللي في وضع حميمي مع شخص اللي كان خطيب ديالها. فكيف كتقول واحد الاخت او الصديقه ديالها ان دوك الصور كانوا تمسحوا من الهاتف ديالها، وسبق ليها دارت شكايه على ان شي هاكر دخل واخترق ليها الهاتف ديالها، ولكن لا حياة لمن تنادي. فعلى حساب ما كتقول صديقة ديالها، هي حاليا كتواجد بالمستشفى لأنها دخلت في حالة انهيار عصبي وجها اكتئاب. فالسيدة كتعيش مع والديها ومع وليداتها بخير وسلام، فجأة خرج لها هادشي من حيث لا تحتسب. صراحة الله ينتقم من أي واحد كيحاول أنه يخرج على حياة واحد آخر. الله يدير شي تاويل ديال الخير اخوتي، لانها مسكينه راها في غيبوبه، الله يكون في عوانها. هادشي راه ماشي ساهل، اي واحد يحط نفسه بلاصتها. كلنا كنغلطوا، ولكن ما توصلش بينا الدرجه اننا نفضحوا الناس ونشهروا بهم ونوضعوهم يعني في واجهه الموت. الله يدير شي تاويل ديال الخير. نشوف الاراء ديالكم حتى نتوما في لي كومونتير.